السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي كلشي يكون على خير وبخير. فيديو جديد، حماس جديد. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد هاد الفتره الطويله اللي غبت عليكم فيها صراحه، كنت مريضه. كيف ما كتعرفوا راه هاد الاجواء هادي راه ما مساعداش تقريبا، راه كلشي مرض، كلشي تقريبا مرض في هاد الفتره هادي. مبقيناش عارفين صراحة شنو غادي نلبسو، مرة الشمس مرة البرد مرة الشتا. الحمد لله على كل شيء. كنقول لكم ردوا البال بزاف الصحة ديالكم. راه هاد الاجواء هادي صراحة ما مساعداش. ضروري كتاخدي حقك من المرض، ولكن ضروري الوقاية. صراحة هاد الفترة هذه اللي بعدت عليكم فيها كنت مريضة بزاف، لا انا لا وليداتي. الحمد لله على كل شيء. وقلت علاش لا، اليوم نوض ونحيد عليا العجز ونرجع اليوتيوب، نرجع الاصدقاء ديالي نقدم لكم ان شاء الله فيديوهات جداد. علاش لا؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبوكم، وكنتمنى لكم ان شاء الله عواشر مبروكه. الله يدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله، وباش ما تمنيتوا يا ربي. توحشتكم الصراحه، وقلت علاش لا ما نوضش ونعاود ان شاء الله ندير فيديوهات جداد اللي كنتمنى يعجبوكم يا ربي. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما وجدت الفطور، صراحه جا عندي بابا، الله يحفظه يا ربي ويطول في عمره والله يعطيه صحيحته. جا عندي وكيف ما كتشوفوا وجدت الفطور. وهنايا راه كان عندي الكسكسو، قلت نسقي هاد الطبيسيل هذا غير ندوزو به هكا بما ان شاء الله وجدت الغدا ديالي. هنايا راه تبارك الله كلينا انا وبابا ووليداتي، ما بقى فيه حتى شي حاجه. وهنايا بديت كنوجد في الغدا، خديت الدجاج ما شاء الله باش نغسلو مزيان ونديرو في كونجيلاتور. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نغسلوه ان شاء الله مزيان بالحامض والخل والملح بطبيعه الحال. وغادي ان شاء الله نديروه في المجمد. هنايا احسن طريقه هي هكا، انك تاخدي كميه كتيره ديال الدجاج وتخليها في الكونجيلاتور، تبقاي تاخدي منها مره. من الاحسن انك كل مره تبقاي تاخدي هكا ولا شويه من هكا احسن. كيف ما كتشوفوا معايا راه من بعد ما غسلت الدجاج ديالي مزيان غادي ان شاء الله نديرو في بلاستيكات اللي كيدخلوا الكونجيلاتور. وهكا غادي تجينا طريقه سهله بزاف. نخليكم ان شاء الله مع الفيديو، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وانتم معايا. وكيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما غسلت الدجاج ديالي كنخليه يتقطر مزيان باش نقدر نديروه في بلاستيكات. من الاحسن حتى ينشف من الماء باش تقدروا ديروه في كونجيلاتور. وهنايا خديت جافيل، صراحه دار الروح ديال جافيل. انا كنتعجب الناس اللي كيستخدموه ديريكت في الماعن، راه خطير بزاف على اليدين. صراحه راه كيدير الحساسيه. من الاحسن انكم تخفوه بالماء. هنايا راه درت تقريبا كاس ديال الماء وزدت عليه كاس ديال جافيل وزدت عليه الماء. كيف ما كتشوفوا معايا راه ما كنستخدموش نهائيا بلا ما نزيد عليه الماء صراحه. من الاحسن انكم ضروري تزيدوا عليه الماء. هنا راه كيف ما كتشوفوا معايا راه دايرين انه غادي ديروه في 5 لتر ديال الماء. غير ما شاء الله هذاك اترو ديال جافيل راه كيعمر لكم 5 لتر ديال الماء. من الاحسن هنايا كيف ما كتشوفوا معايا راه بطبيعه الحال من بعد ما تسقطر ليا الدجاج كندوز وكنديرو في بلاستيكات، كنحاول نقسمو. ما شاء الله راه كيدي ليا مده طويله بزاف.
هنايا راه كيف ما شفتوا معايا راه خديت حتى الجناوح وخديت حتى العناق كنعاون بهم حتى هما. الحمد لله بنادم غير من القليل يدير الكثير. الحمد لله والشكر لله على كل شيء. هنايا راه كنقسم الكميه اللي غادي تكفيني انا ووليداتي. بطبيعه الحال ما شاء الله راه كدير ليا مده طويله. من الاحسن ان تاخذوا الدجاج. ما شاء الله. الله يرزق الجميع والله يسهل على الجميع. ولكن حتى الاقتصاد راه مهم. هنايا كيف ما كتشوفوا راه خديت الدجاج ما شاء الله بكميه وكنقسمو احسن مما ان كل نهار تمشي وتجي تبقاي تاخدي في الدجاج. صراحه راه كيطلع غالي بزاف. هنايا من بعد ما قاديت الدجاج ديالي غادي نديرو ان شاء الله في المجمد. هنايا راه الحمد لله وشكر لله خديت ثلاجه جديده. الا بغيتو ان شاء الله نقول لكم الثمن ديالها وزعما كيف ما كتعرفوا راه هاد الثلاجات حتى هما كاين اللي مزيانين كاينين اللي الحمد لله على كل شيء. صراحه هاد الثلاجه هذه صراحه عجبتني بزاف ما شاء الله. بدلت الثلاجه ديالي ماشي بزاف تقريبا 3 ايام وعجبتني هاد الثلاجه هذه ما شاء الله عليها. الحمد لله والشكر لله. غادي نشارك معكم ان شاء الله فيديو خاص عليها وغادي نشرح لكم عليها ان شاء الله بشحال خديتها. انا صراحه خديتها بثمن ناقص بزاف بزاف ما خديتهاش بالثمن ديالها اللي كيبيعوا غالي. غادي نوريكم ان شاء الله منين خديتها وبالثمن اللي خديتها. تسناو ان شاء الله فيديو جديد فيديو اسمحوا لي فيديو عليها ان شاء الله. انا صراحه باقا عيانه شويه كنتمنى ان شاء الله تسمحوا لي على الصوت ديالي وعلى الكلام ديالي كنقول لكم سمحوا لي بزاف بزاف. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا راه دزت كنوجد طاجين ديال الدجاج بالبصله الخضاريه ما شاء الله كيفاش جا رائع 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 بزاف بزاف. كنتمنى تجربوا الطويجين ديال الدجاج بالبصله الخضاريه راه كيجي رائع بزاف. هنايا خديت الدجاج الكميه اللي غادي تكفيني انا وبابا ووليداتي ودرت فيه البصله الخضاريه. غادي ديروا الربيع والثومه. هنايا راه زدت شويه ديال السمن كانت عندي الدويمه ديال السمن زدت منها غير شويه. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا عندي القزبر زوين كيجي ما شاء الله رائع رائع بزاف. هنايا خديت شويه ديال الخرقوم بلدي وبطبيعه الحال كديروا شويه الملحه وشويه ديال الزيت. هنا خديت معلقه ديال الكنجبير وكتاخدوا معلقه ديال البزار وشويه ديال القرفه. كيجي من ألذ ما يكون طاجين كيجي رائع بزاف. هنا ضروري غادي ديروا الدويمه ديال الزعفران اذا كان عندكم الزعفران شعره بطبيعه الحال من الاحسن. هنايا من بعد ما خلطت الطاجين ديالي كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا ما شاء الله ما شاء الله على الريحه. هنايا راه ما كنزيدش الماء نهائيا 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 ما زدتش الماء. كتنقصوا عليه البوطه حتى الاخير وكتخليوه يطيب في الماء ديالو ما شاء الله. راه الخضره راه كتطلق الماء ديالها. هنا راه زدت الزيتون والحامض وكنقلي الفريت بطبيعه الحال. هنا راه بديت كنوجد في لاصالات حتى هي رائعه درتها غير مطيشه والبصله الخضاريه والخس. هنا ما شاء الله بابا هنايا بابا راه حطينا الغدا ووجدت الغداء هكا على قد الحال الحمد لله والشكر لله. هنا شوفوا معايا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على هاد الطاجين كيفاش جا
رائع 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 رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. هنا الحمد لله وشكر لله عتمنجة وجاب هذا الخير هذا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ان شاء الله نديرو به الكوتي، وكنتمنى الفيديو يعجبكم، وبسلام عليكم.